الارتباك كان، الاخطاء كان، داك الشيء اللي نبهنا منه داروه بعض اللاعبين، هاد المساله تتعصبني بزاف، انه تتعاود الخطا بنفس الطريقه وتتوريها له في لا فيديو، تتوريها له في لونطرينمون، وتيدخل بهذاك مرفوع بهذاك الشكل وتيعاود نفس الاخطاء. هذا الشيء ما يمكنليش نسكت عليه. لكن هناك حوايج اخرين مزيانين. بنما قلتها لكم، بنما ماشي هي الماتش ديال البرتغال لسببين اساسيين. انه بنما فاش لعبات مع البرتغال لعبات في المنطقه ديالها وخلات البرتغال يبادر. اليوم لعبات في المنطقه ديالنا لانها خصها تربح، سينو غتقسم. ملي لعبات في المنطقه ديالنا ما كانش خاصنا نديروا دوك الاخطاء، وحنا نصر على اللاعبين انهم ما يلعبوش كره طويله. فلذلك هذاك من الثقه في اللاعبين، لكن تطلق للاسف تيرتكبوا بعض المرات ويعطيو اخطاء مباشره. لكن اهم شيء عموما هو عامل التجربه كاين. في الدقائق الاخرى عرفنا كيفاش نحسموا المباراه بهدوء، لانه واحد الوقت تتبغي تلعب على الكولافيراج، شويه شويه تتبغي تلعب على الجمهور باش تعطيه فرصه، واحد الوقت تولي لعب غير على التاهيل. من الامور يعني تغيرات بهذاك الشكل، فاحنا غيرنا من الطريقه ديالنا وبدينا نديروا تغييرات لاعب بلاعب، وشفتوا انه استطعنا في الاخر نفوزوا بهدوء. دابا حنا تنفكروا من دابا بدينا نفكروا في المباراه الثالثه، الكولافيراج في صالحهم، يعني التعادل في صالحهم. حنا غادي نحاولوا ندبروا امورنا، غنشوفوا النتائج ديال المجموعات الاخرين باش نعرفوا راسنا كيفاش غادي نلعبوا في هذيك المباراه الثالثه ان شاء الله. وتنظن هي المحك الحقيقي اللي غادي تبين لنا هاد الدراري واش جاهزين للمنافسه بشكل اكبر. ماشي الانتقال ما غاديش يكون مشكل، ولكن الخصم اللي غتلعب معاه هو اللي غادي يكون مشكل. يعني خص فريمون يكون تخطيط في الثمن مع من غادي تلعب ومع من هذا لا يعني اننا حنا يعني غادي نديروا غنهبطوا يدينا، لكن غادي نحاولوا نلعبوا على المرتبه الاولى ان شاء الله. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.